بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقاصد الأساسية لهذا الشهر المبارك بينها أخي عبد القادر جزاه الله خيرا، وهي المقاصد الإيمانية التربوية التعبدية التي يجب أن نهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الشهر الفضيل. ولكن بخصوص ما ذكرتم من سؤال، حقيقة أصبحت ظاهرة وكأن الناس يعني هم مقبلون على شهر المجاعة، فهناك من يتجه إلى الاقتراض والاستدانة فيثقل كاهله بالديون التي تتحول إلى قضية بعد رمضان. ممكن هذيك الديون هي السبب نتاع الخلاف داخل الأسرة. يا ورمضان خلاص وبقات ندامة وشكون يقابل هذيك الديون، والديون كثيرة، وممكن يكون تبادل التهم. المرأة تقول الراجل انت هو، وهو يقول انتوما، إلى آخره. هذا كله كلام. كلما كانت المقاصد الحقيقية كما بينها أخي عبد القادر قبل حين، كلما كانت حاضرة في وجداننا، في قلوبنا، في نفوسنا، كلما تجاوزنا هذه الأخطاء تماما. وإذا غابت هذه المقاصد تحصل هناك مشكلات وقضايا. نعود إلى مراجعنا. رب سبحانه عز وجل في القرآن الكريم قال وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا، ولكن قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا عيب كبير أن نجد أمة الإسلام، أمة الصيام، شهر رمضان شهر الإنجازات، شهر الانتصارات، شهر الفتوحات. هكذا أنبأنا التاريخ المشرق للمسلمين، تاريخ مضيء حقيقة، صفحات مشرقة، انتصارات وفتوحات وإنجازات عظيمة حصلت في شهر رمضان. ولكن احنا ما نديروش انجازاتنا هي المأكولات والمشروبات وهذه الفنون نتاع الطبخ الى اخره. طبعا ليس هناك حرج باش يعني المائدة نتاع الصائمين، مائدة الأسرة المسلمة تتغير قليلا نحو الأحسن، لأن الإنسان يحتاج إلى طاقة من أجل مزيد من العبادة. يعني يأكل الطعام وهو يستحضر النية كما قال أخوي عبد القادر عطيه الصحة، الحديث الجامع عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل طعام يأكله المسلم يقول اللهم اجعل هذا الطعام سببا في قوتي لحسن عبادتك. إذن هذه الآية الثانية رب يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أذكر هذه النصوص بلا شرح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم، يعني دعوة الإنفاق. والقرآن أيضا هناك آية في هذا الموضوع، بل آيات في مثل قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولكن يأتي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو مفاد، يقول هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما على من اقتصد. خلاصة هذه النصوص دعوة إلى تحقيق المقاصد الكبرى للصيام، مقاصد إيمانية تربوية تعبدية وغيرها، أسرية وغيرها واجتماعية. النقطة الثانية دعوة إلى الإنفاق ولكن باعتدال، الاعتدال، الوسطية. إذا تجاوز الأمر حده انقلب إلى ضده. خطاب الوسطية نوجهه لأمة الوسط التي ذكرت في أي القرآن في مثل قوله تعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا على لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الفضيلة وسط بين راذلتين، دعوة إلى الإنفاق على الأسرة وإلى التيسير على الأسرة وإلى يعني تحسينات، إجراء تحسينات يعني داخل الأسرة يقينا، ولكن بدون إفراط، بدون غلو، بدون تبذير ولا إسراف. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحقيق مقاصد الصيام، وأن يوفقنا للاعتدال في الإنفاق وفي يعني القيام يعني خاصة في الشؤون المالية